شو دارج لخريف شتاء 2024 رح تعرفوا بهيدا الفيديو. هاي أنا كتير اشتقت لكم، وما بعرف إذا أنتوا اشتقتوا لي أو لا، بس على الأقل من عندي أنا مشتاق لكم. بعرف إني غبت كتير عن يوتيوب، طولت لنزل شي على يوتيوب، بس يعني انشغلت كتير وقلت خلي يكون في شي دسم لننزله فرد مرة. بس قبل ما بلش ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك لهيدا الفيديو وتشيروا لأصحابكم يلي ممكن يستفيدوا منه. وأكيد صرتوا بتعرفوا حساباتي على انستغرام. هيدا الفيديو رح ينقسم ل4 أقسام ورح أحكي فيه عن 4 قصص. فهيدا الفيديو رح يكون كامل متكامل بيشمل كل شي معقول تعوزوا. واول شغله دارجه لهيدا الموسم هو شيء عم بقوله هيك باشمئزاز، لانه شيء مش حلو ابدا، بس دارج مع الاسف الشديد. وبتمنى من كل قلبي اني ما اشوف ولا حدا منكم لابسه، ولا حدا من المشاهير لابسه، لانه رح اضطر يعني مع الاسف اني انتقدهم بشكل مش حلو. يلي هو البنطلون يلي فوقه تنوره، يعني في ابشع من هيك منظر مش حلو، مش مريح للعين ابدا. بس هيدا الشيء كان دارج بسنه 2000 ولبس كتير، وشفنا كتير من المشاهير لبسوه الكرافات او التاي او ربطه العنق يلي هي قطعه اساسيه بخزانه كل رجل. هيدا الموسم رح تكون موجودة بقوة عند النساء، بس على شرط تنلبس بلوك في كتير عناصر أنثوية أخرى. يعني تنلبس مثلا مع تنورة، تنلبس مع أكسسوارات، يعني تشوي نكسر هيدا الطابع الرجولي يلي ممكن تعطيه هيدي التاي. التارتن هيدي الطبعة اللي مألوفة عند كتير منا، بس يمكن كتار منا ما بيعرفوا اسمها. فمثل ما عم بتشوفوها هيدي هي الطبعة كتير دارجة هيدا الموسم، دارجة بمختلف الألوان، ودارجة كمان انها تكون قطعة وحدة بالاوتفيت او اكتر من قطعة بالاوتفيت. فهيدي الطبعة بتوحي هيك شوي بالدفى، بتوحي بفصل الشتاء والطقس البارد برا. البلاك ليس او الدانتيل الاسود كمان كتير دارج هيدا الموسم، شفناه ورح نشوفه بالفساتين، بالتوبات، بالبنطلونات اكيد يلي رح تكون بمعظم الاحيان مبطنة، وبكتير قطع تانية رح نشوفه لهيدا الموسم. بلاك اند وايت، الاسود والابيض، هول اللونين وهيدا المزيج كتير ان وكتير ترندي هيدا الموسم. رح نشوفه بكتير لوكات، وشفناه بكتير لوكات، ورح نشوفه حتى بقطعة وحدة فيها اللونين مع بعض، او رح يتنسقوا اثنيناتهم باطلالة وحدة. لاندسكيبس او القماشات يلي عليها رسومات ويلي عليها مثل كأنها لوحات فنية، فاللوكات والاطلالات رح تتحول بكل معنى الكلمة للوحات فنية. شفناها عند كتير مصممين عالميين، شفناها على كتير من المشاهير الاجانب والعرب، وتحديدا هيفا وهبي شفناها بكم اطلالة كانت معتمدة هيدا ستايل يلي رح يكون كتير ان وكتير دارج. انا بشوفه شي كتير حلو، بيعطي اللوك هيك تاتش فني وبيخلي اللوك يبين مميز مختلف. الدنم مش شي جديد ابدا انه نشوف الدنم دارج. الدنم دارج هيدا الموسم والموسم الجاي ويلي قبله ويلي قبله، دايما الدنم دارج. لهيك عطول بقلكن جيبوا قطع دنم مرتبة على خزانتكن، خلوا قطع الدنم تكون ارتب قطعة بخزانتكن، لانه رح تلبسوها بكل المواسم ورح تكون دارجة عطول ورح تستعملوها دايما. وتحديدا عنا ستايل الدنم اون دنم، يعني لوك كامل من فوق لتحت بيكون دنم. الريش انا بشي بلاقيه مش حلو، لانه كتير نحط بتصاميم وبقطع بشكل مش حلو للعين، وبشكل بيعطي ستايل دجاجة. بس دارج كمان هذا الموسم، شفناه ورح نشوفه كتير بكتير من القطع، بالجاكيتات، بالفساتين، بالتوبات، بالاكسسوارات كمان. البولكا دوتس كانوا دارجين من فترة، بس هيدا الموسم كمان كتير دارجين، وتحديدا بالاسود وبالابيض. يا اما بولكا دوتس اسود على اسود، بولكا دوتس ابيض على ابيض، بولكا دوتس اسود على ابيض، او بولكا دوتس ابيض على اسود. وهيدي الترند بترجعنا شوي لفترة الخمسينات، وانا سبق ونبهتكم وخبرتكم عن البولكا دوتس كيف لازم ينلبسوا اذا الوحدة كان عندها وزن زايد او اذا الوحدة كان جسمها عريض. البولد شولدرز او الاكتاف البارزة والضخمة والكبيرة، يعني جاكيتات والتوبات والفساتين يلي بيكونوا فيهم الاكتاف هون بارزين ظاهرين كبار ضخمين. وانا كمان سبق وقلت لكم انه يلي جسمها مثلث مقلوب لازم تبتعد تماما عن هيدي الترند. الفرو كمان كتير دارج هيدا الموسم، هيدا الشيء اصلا مش غريب. لما نقول خريف شتاء بدنا نقول فرو. الفرو عم نشوفه بكل الالوان، بكل الستايلات، بكتير من القطع، حتى حقائب الفرو دارجة هيدا الموسم. الجليتر كل شيء بيلمع وبيبربق دارج هيدا الموسم، بس اكيد لازم نكون نحن شوي منتبهين بالتنسيق، ما يكون اللوك كله من فوق لتحت كرمال ما نصير هيك عم نضوي مثل الديسكو بول. لا، نختار مثلا قطعه بالاوتفيت ونعملها كمان ستايلينج بشكل بسيط وناعم ومينيمال، تتكون هيدي القطعه بحد ذاتها
ستيتمنت بيس. الترنش كوت كان دارج بالخريف والشتاء الماضيين، وكمان كتير دارج وكتير ان لهيدا الموسم. الترنش كوت بكل الوانه، بالالوان المعتاده واشهر واحد فيهم هو البيج، والالوان النيوترالز كمان رح نشوفه وشفناه بالوان مختلفه. الماكسي كوت او المعطف الطويل جدا، يعني تقريبا بيوصل للارض او فوق الارض بشوي، كمان كتير دارج هيدا الموسم. بس انا وانتو وكلنا نعرف مين هي يلي لازم ما تجرب ابدا تلبسه، ابدا. اللذر، الجلد كتير كمان دارج هيدا الموسم، وهيدا شيء طبيعي للخريف والشتاء. بس المميز هيدا الموسم انه الجلد دارج باللوك كله سوا من فوق لتحت، وكمان الجلد دارج بكل الالوان بالوان مختلفه. اما بالالوان الدارجه لخريف شتاء 2024 فالملك والمسيطر ويلي بارز ورح يبرز بقوه هو اللون الاحمر. اللون الاحمر بكل درجاته، تحديدا درجه الاحمر القويه كتير دارجة هيدا الموسم ورح نشوفها كتير، بالإضافة لدرجات الأغمق من اللون الأحمر يلي ممكن آخر شي توصل معنا للون البوردو. اللون الثاني هو البرتقالي، والبرتقالي بأكثر من درجة دارج هيدا الموسم. نحن يمكن بنشوف البرتقالي بنقول هيدا لون صيفي أكثر ما هو شتوي، بس البرتقالي بيقدر ينلبس بالشتوية بكتير لوكات، بيعطي عن جد تاتش خريفي مميز ملفت. الاصفر دارج بالدرجه يلي كلنا بنشوفها اللي هي الاصفر العادي، وكمان دارج بلون الموتارد او اللون يلي مثل لون الخردل. الازرق كمان رح نشوف هيدا الموسم بدرجتين، لايت بلو والباستيل بلو رح يكونوا موجودين كتير وبقوه على الساحه. الاوليف جرين رح نشوفه كتير هيدا الموسم، بس بالدرجه اللي بتحسوها مخضره اكثر او مخضره على مصفره اكثر، مثل ما هلا عم تشوفوها بالصور. هيدا اللون كمان رح نشوفه بقوه هيدا الشتاء. رمادي من الالوان يلي طبيعي نشوفها نحن بفصل الشتاء. هلا في ناس بتشوفه لون كئيب بتبعد عنه، بس انا بشوفه لون راقي كتير وفخم كتير، بس على شرط نعرف ننسقه صح. وهلا في لون انا صراحه كتير بحبه وهلا لابسه، بس بحسه ما بيلبق لي، بس بلبسه بالرغم من انه ما بيلبق لي، وهو لون البيج. البيج هو الملك الثاني او فينا نقول الوصيفه الاولى للاحمر لهيدا الموسم. اصلا هو لون هيك بحسه بالشتويه بيعطي طابع الاولد ماني، يعني بيعطيكم هيدا الرقي والفخامه. البينك او لون الزهر يلي رح نشوفه كمان بدرجتين، باودر بينك والكاندي بينك، كمان لون هيك انثوي ولون حلو مهضوم. الموف ما في مهرب منه، انا بلاقيه عن جد من الالوان الراقيه والفخمه. في عندي فيديو عن لون الموف رح نزله كمان قريبا، يمكن على انستغرام او على تيك توك. لون البني المحمر او يلي فينا نعتبره لون البريك كمان رح نشوفه كتير لهيدا الموسم، من الالوان اللي كتير حلوه، ومن الالوان يلي اذا دخلت على الاطلاله رح تعطي رقي وفخامه اكثر. اما بخصوص الحقائب فالبداية مع حقائب الفرو، مثل ما خبرتكم قبل حقائب الفرو كتير دارجة، والحقائب المدورة أو الحقائب اللي بتشبه البول أو بتشبه الكرة كمان كتير دارجة لخريف شتاء 2024. المايكرو باجز كتير دارجين هيدا الموسم، والهيوج باجز كمان كتير دارجين هيدا الموسم. فكل وحدة بتختار يلي بيناسبها ويلي بيناسب ذوقها. أنا صراحة بلاقي المايكرو باجز يعني مضيعة مصاري على الفاضي، الوحدة ما بتستفيد منهم بشي، بتحملوا يمكن تتصور فيه وبترجع بتردوا على الخزانة. والهيوج باجز كمان مثل ما قلت كتير دارجين، وتحديدا الأوفر سايز توت باجز رح تشوفهم كتير هيدا الموسم. البلينج باجز أو الباجز يلي بتلمع وبتبربق كمان كتير رح نشوفها هيدا الموسم. أكيد إلها مناسباتها وإلها الأماكن المخصصة يلي الوحدة بتلبسون. الرسمات والورود والأزهار يلي موجودة على الحقائب كمان رح نشوفها بقوة لخريف شتاء 2024. الحقائب الشفافة صراحة أنا بلاقيهم هيك منظر، لأنه تخيلي أنت حاطة قصص خاصة وبرايفت لإلك بهيدي الحقيبة، كل الناس رح تشوفون، بس بصراحة كمان كتير إن وكتير رح نشوفهم وكتير دارجين. الباكت باجز أو الحقائب اللي بتشبه الدلو أو السطل مثل ما بنقلها باللبناني، كمان قصص كتير ظاهرة وبارزة لهيدا الموسم ودارجة كتير. وكمان الحقائب اللي بتشبه السلة إن كان بشكلها بتصميمها أو حتى بالماتيريال يلي معمولة منه. أما بخصوص الأحذية فأول شيء وأشهر شيء هو الأوفر ذا ني بوتس أو البوتس يلي بتكون واصلة لفوق الركبة، كمان كتير دارجين هيدا الموسم، وهيدا شيء كتير طبيعي أكيد لفصل الخريف والشتاء. بس بدنا ننتبه يلي قصيرة أو بوتيت ما بنصحها تعتمد هيدي القطعة ولا تلبس. الوجز كتير دارجين، كانوا دارجين تقريبا من شي 10 سنين، بعتقد 3/4 كبيتوهم واستغنيتوا عنهم، بس بدي ارجع اخبركم انه بلا رجعوا درجوا كتير، هلا كتير دارجين. فاذا بقي عندكم شي هيك
طلعوا من هالخزانة، نزلوا عن التدخيتة، جيبوا من تحت الأرض ورجعوا البسوه او اشتروا شيء جديد. الكاوبوي بوتس او البوتس يلي هن بيشبهوا ستايل الكاوبوي، اكيد كلكم عرفتوهم وعم تشوفون هلا بالصور، كمان كتير دارجين هيدا الموسم. كانوا دارجين من شي 10 او 15 سنه وهلا رجعوا بقوه. لهيك على طول بقلكم كل شيء اشياء عندكم اياها هلا حسيتوا خلصت موضتها، جيبوا لها شنطه حطوهم بقلبها وضبوهم، الا بعد كم سنه ما ترجع يدرجوا من جديد وترجع موضتهم. الأحذية يلي بتلمع وبتبربق مثل الحقائب ومثل الملابس كتير دارجة. التشيلسي بوتس كمان كتير دارجين، وبعتقد كمان 3/4 البنات رح ينبسطوا فيهم لأنهم قطعة مريحة وعملية وبتنلبس كل يوم باللوكات الكاجوال. الموكاسان كمان دارجة كتير ورح ينبسطوا فيها الجماعة يلي بيحبوا يلبسوا فلات. وعنا البايكر بوتس كمان كتير دارجين يلي عم تشوفون بالصورة، والكومبات بوتس كمان كتير دارجين، ومن الصور بتقدروا تشوفوا وتلاحظوا الفرق بيناتهم، ورح تشوفون كتير موجودين بالأسواق لهالخريف والشتاء. وهيك منكون حكينا عن كل الترندات وكل الاشياء الدارجة لخريف شتاء 2024، عن القطع الدارجة، عن الالوان الدارجة، عن الحقائب وعن الأحذية. فهيدا كان فيديو كامل متكامل وشامل بيتضمن كل شيء معقول تعوزوه كرمال تختاروا القصص يلي رح تلبسوها، وكرمال تختاروا القطع يلي رح تدخل على خزانتكم او القطع يلي رح تضل بخزانتكم لهيدا الموسم. ما تنسوا اكيد تعملوا لايك لهيدا الفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ومثل ما قلت لكم بعتوا لاصدقائكم يلي ممكن يستفيدوا منه، لانه بعتقد هلا كلكم رح تبلشوا قريبا بالشوبينج لموسم الخريف والشتاء. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو. شكرا على المتابعة، بوعدكم وعد شرف مسكت شويربة انه ما بقى اغيب عنكم كتير على يوتيوب.